معنا طه شعبان. طه شعبان، مساء الخير. طه. نعم، مساء الخير توفيق. مبروك. ألف مبروك لكل الجزائريين بمناسبة هذا التأهل التاريخي للدور الثمن النهائي للمونديال بعد إعلان صافرة الحكم على نهاية المباراة. خرجت الجماهير، خرج الأنصار إلى كل شوارع مدينة وهران للتعبير عن فرحتهم بهذا الإنجاز التاريخي. الجميع هنا تجده إلا والراية الوطنية في أعناقهم، الجميع هنا بالرايات الوطنية والأعلام الوطنية. نعيش أجواء استثنائية، أقول استثنائية بمدينة وهران بهذا الإنجاز كما توضحه هذه الصور. كل المواطنين، كل أنصار الخضر يصنعون أجواء حماسية رائعة هنا بمدينة وهران بمناسبة تأهل المنتخب الوطني الجزائري إلى الدور الثمن النهائي. نعم، طه شعبان. ومن وهران نعرج على مدينة بشار والأجواء الفرحة هناك. الوطني الجزائر الحبيبة الغالية. طبعا منذ الإعلان عن صافرة حكم مباراة الجزائر وروسيا، طبعا الحكم التركي، الجماهير أو المواطنون في ولاية بشار خرجوا إلى الشوارع شبابا وشيبا للاحتفال بفوز المنتخب الوطني الجزائري بعد جيل الثمانينات. جيل انتظرنا جيلا آخر تقريبا 30 سنة للاحتفال ربما بالانتصارات وربما بخروج هذه الجماهير والتأهل للدور الثاني. تأهل يراه الجميع، كل من التقينا بهم يقولون بأن المنتخب هذا هو في حقيقة الأمر محاربو الصحراء بأتم معنى الكلمة. 11 محاربا كانوا في حقيقة أسعدوا 40 مليون جزائري بالتأكيد، وكذلك أسعدوا كل العرب الذين تابعوا هذا اللقاء. فأصبح هذا المنتخب الوطني الجزائري مفخرة كل العرب وكل الأفارقة بعد تأهل نيجيريا. طبعا أنا متواجد زميلي في قلب مدينة بشار، حيث الأجواء رائعة جدا، أجواء بهيجة بعد هذا الانتصار الباهر. منذ كما قلت إعلان الصافرة وخرجت الجماهير. هنا أنا تقريبا متواجد بأحد أكبر الشوارع هنا في مدينة بشار، حيث الفرحة انطلقت من هنا كما تشاهدون، والرايات الوطنية تطغى على المشهد العام هنا. وأيضا الاحتفالات، مظاهر الاحتفالات متنوعة. وأنا أحاول طبعا أحاول أن يحضر معي بعض الأنصار الذي يحاول أن يقترب مني. طبعا أنت مناصر طبعا للفريق الوطني الجزائري، مرحبا بك أولا على شاشة التلفزيون الجزائري. الفرحة بالنسبة للجزائر اليوم لا توصف بدون شك. نعبر على هذه الفرحة تاعي، ونشكر اللاعبين كاملين، ونشكر كاع الجمهور اللي كان حاضر في الملعب. وخرجت أنت والعائلة بالتأكيد؟ خرجت أنا والعائلة كاملة، ومانيش ما تقدرش تعبر عن الفرحة تاعك. طبعا لا أحد الدموع ربما التي هي عوضت نعم، عوضت الإخفاقات الكثيرة والمتكررة، لكن الخضر اليوم فعلوها وتأهلوا إلى الدور الثاني. تكلمنا عن بولحي. محمد، اليوم تدخل معنا التحليل الفني لأنه الحكم خلاص أداؤه تكلمت عليه.